لا دقيقة فقط، هذه نقطة أخيرة. لا أنا أتحدث عن حكم مكلف بمهمة إقصاء المنتخب الجزائري. من كلفه بهذه المهمة؟ هذا السؤال من بدر. هل هذا السؤال موجه؟ لا أنا هذا الكلام لا هذا الكلام وحيد الله يرضى عليك. هذا الكلام موجه لجنة التحكيم. أنت قلت ذكر مكلف من مين؟ جاوب. هذا السؤال انت جاوب. وانت قلت مكلف بمهمه. مكلف من من؟ مكلف بمهمه اقصاء المنتخب الجزائري. من ضربه جزاء. هذا الكلام موجه تسيبها ولم يرجع حتى لو اراد الاتحاد الافريقي يقصي في دور الربع امام الكونغو، هل هذه اول مره تحدث ازمه تحكيميه مع الجزائر؟ اخطاء تحكيميه تحدث لاول مره في مباراه الجزائر، ما حدث في المباريات السابقه. انت بنفسك قلت هذه ركله جزاء. فتحي قبل ركله الجزاء، فتحي تحدث وصابر تحدث عن الاخطاء التحكيميه. يا وحيد هذه الاخطاء التحكيميه لم تكن عاديه يا بدر الدين. انت وضعت التساؤل وهو اجابك. وحيد انت ما كملت الاجابه، كمل الاجابه. انت قلت بعظمه لسانك.